انا على الشمال في اليوم ال 35 من 90 يوم بحاول اظبط فيهم شكل جسمي الى حد ما اقدر اقول على نفسي النهارده بقيت فورمه، بعد ما كنت على اليمين فورمه. لسه ما وصلتش لواحد من 10 من هدفي، الطريق لسه طويل، خليك معايا. اكتر من شهر هو ما استخدمتش ولا سكوب بروتين، مكملات الكرياتين والمالتي فيتامينز والاوميجا 3 بس. ده دليل ليك انك تقدر توصل لشيب كويس من غير اي مكملات اصلا. لكن مع ضيق الوقت بواجه صعوبه في ان انا اكمل نسبه البروتين بتاعتي، فبقالي فتره بدور على كام شركه عشان اشوف اكتر شركه مضمونه وموثوقه، ولما اجيب هقول لكم انا جبت منين. طب هو انا ليه لعبت تمرينين للكتف الجانبي؟ ما هو واحد بس كفايه. انا معلي شويه الفوليوم على الكتف الجانبي، فبقسمه شويه بالدمبل وشويه بالكابل عشان اغير مواضع التحميل مش اكتر. انت مش لازم تعمل زي انا. لحد دلوقتي ما خدتش ولا تشيت ميل واحده، وان شاء الله لحد ما اكمل ال 90 يوم مش هاخد ولا تشيت ميل. ده عشان ابقى مثال ليك ان انت لو عامل بالانس الدايت مدخل العناصر اللي جسمك محتاجها كلها، فانت بدنيا مش محتاج العكه دي ولا التشيت ميل دي. بالعكس بتاخر نتائجك جدا وبتضيع مجهود ايام فاتت وايام جايه عشان وجبه واحده. ده لو وجبه ما خدتهاش يوم، ده مجرد دلع ولمبطه مش اكتر. ولو افترضنا ان الدايت بتاعك قاسي شويتين، وما انصحكش انك تعمل دايت قاسي اصلا، بس لو افترضنا انك عامل، هتعمل حاجه اسمها ريفيد، انك تعلي الكارب شويه من اكل صحي برده مش من جانك فود. اهم حاجه دلوقتي اوعى تنسى تعمل فولو عشان تكمل معايا بقيه الرحله للاخر.